هنتكلم النهاردة عن إنك لما بتصحى الصبح بتعمل إيه؟ أولا لازم لما تصحى الصبح تصحى بدري بدري، وعشان تصحى بدري لازم تنام بدري. كل الناس هتعارضك في الأول، إنما لما تبقى تصحى الصبح كل يوم بدري عشان نمت بدري هتفرق معاك حاجات كتير قوي. طبعا هنقولك لازم تعمل لك روتين يومي الصبح. تصحى من النوم، تغسل سنانك، تغسل وشك، تغسل شعرك، تستحمى، تتوضى، تصلي، تحط كريماتك، وبعد كده تقرا الورد القرآن، وبعد كده تصلي. وبعد كده تقعد بقى تشوف انت عايز تعمل ايه، تفتح فيديوهات تحمسك انك تعمل حاجة حلوة في يومك ده. عايز اقولك انت لو حافظت على الموضوع ده بتاعك لمدة سنة هتلاقي تغيير كبير في حياتك، لانك انت حافظت على ميعادك اللي هو مثلا تنام الساعة 9. وبالتالي هتصحى بدري، هتبقى انت المتحكم في كل مواعيدك خلال اليوم. فبداية محافظتك على المواعيد خلال يومك او خلال حياتك عامة بتبدأ من بداية تحكمك في نفسك انك تنام بدري عشان تتحكم في باقي حياتك. فالنهاردة هكلمك عن الصحيان بدري. فايدته ايه؟ سيبك من السهر، سيبك من اي مشوار يخليك تقعد للساعة 9. انت اخرك توصل البيت لو هتخرج مشوار الساعة 8. بعد كده لو عايز تخرج مثلا من الساعة 1 للساعة 2 او الساعة 3 وترجع بدري. هتلاقي الناس كلها في الاوقات دي ما بتخرجش، هتلاقي الاماكن كلها شبه فاضية، والمحلات اللي انت رايح تتفرج عليها فاضية كأنها معمولة لك انت بس. وقت ما هترجع هتلاقي الناس هي اللي رايحة ناحية الخروج. ساعتها الدنيا هتزحم، وساعة الزحمة محدش بيحبها، مقرفة. في النهاية لو حابب نتكلم عن مواضيع الصحيان بدري قول لي في الكومنتات. دوس لي لايك لو عجبك الفيديو، وقول لي تجربتك عن الصحيان بدري، يمكن انا استفيد وكلنا نستفيد منها. وشكرا ليك.